العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. مستشار الرئيس يماني قبرآب يعقد سمينارا في جوبا. الدراج بنيام يحل رابعا في طواف إيطاليا الجولة الثالثة. دعوة للشباب للاهتمام لتوثيق التاريخ. الجيش المصري يعلن مقتل 11 عنصرا من قواته إثر هجوم غرب سيناء. الأسد يلتقي بالمرشد خامنئي والرئيس الإيراني في طهران. مقتل حوالي 8 أشخاص في سيبيريا إثر اندلاع حرائق في مئات المباني. مرحبا بكم. عقد مستشار الرئيس ومسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يماني قبرآب سمينارا يوم 7 مايو للإريتريين في جوبا وضواحيها في جنوب السودان. وأوضح السيد يماني في السمينار الذي عقده بعنوان أين نحن وإلى أين نتجه أن الشعب الإريتري أمضى سنوات الستين الماضية في النضال من أجل الاستقلال والدفاع عنه والتصدي للتميز وأعدائيات القوى الكبرى. وقال بالرغم من امتلاك إريتريا عوامل الازدهار الاقتصادي وإرساء أرضية مناسبة لمواطنيها، فإن ذلك لا يتحقق دون إزالة مخاطر تعكر سلامها، ويجري العمل بمنح الأولوية لإزالة المخاطر وتحقيق السلام الإقليمي. وأشار إلى أن تقدم وازدهار الدول لا يتحقق عبر الحكومات فقط، ومن المهم دور الشعب في الداخل والخارج، منوها إلى أهمية تعزيز الإريتريين في جنوب السودان لوحدتهم الوطنية وتجاوز التحديات وعقبات الهجرة وتطوير أنفسهم وأوضاعهم الاقتصادية ومساعدة أسرهم. وأجاب السيد يماني قبرآب على أسئلة واستفسارات الحضور حول مختلف القضايا الوطنية والإقليمية، مؤكدين على جاهزيتهم للإيفاء بالمتطلبات. حل الدراج الإريتري بنيام قرماي عضو فريق انتر مارشي البلجيكي رابعا في الجولة الثالثة من طواف إيطاليا التي امتدت لمسافة 201 كيلومتر. وجاء أولا في الجولة الثالثة من الطواف المتسابق الشهير الإنجليزي مارك كافانديش. وسيستمر طواف إيطاليا يوم الثلاثاء 10 من مايو لمسافة 172 كيلومتر. دعا الكاتب والباحث في التاريخ السيد ألم سجد تسفاي الشباب الاهتمام بكتابة التاريخ وتوثيقه. وقال في السمينار الذي عقده في 6 من مايو للشباب العمال في الإقليم الجنوبي بشأن فكر الوطن والوطنية إن الشباب باعتبارهم ورثة النضال وأمل المستقبل عليهم معرفة التاريخ بعمق، لأن الوطن هو تجمع بشري في بوتقة الإحساس والترابط الواحد. وذكر بأن التاريخ هو المعلم وخدمة الماضي كمرشد وموجه، وله دور كبير في إفشال المؤامرات، ومن الضرورة الوطنية نقله للأجيال. وأكد المشاركون على أهمية مثل هذه السمينارات المعرفية التوجيهية، منادين بكتابة التاريخ وتوثيقه وترجمته باللغات الأخرى وتقديمه بالوسائل الرقمية. وشكر المدير العام لقسم الإدارة والمالية في الإقليم الجنوبي السيد تكي إتوالدي لألم سجد لعقده هذا السمينار التنويري للشباب، داعيا المواطنين وخاصة الشباب لتعود على القراءة واكتساب المعرفة والتعرف جيدا على تاريخهم والعمل لتوثيقه. أعلنت اللجنة الوطنية البارا أولمبية بأن الأسبوع الوطني لرياضة المعاقين ستنظم من 9 حتى 14 من مايو في أسمرة. وأوضح رئيس اللجنة السيد هايلو أسفها أن أسبوع المعاقين الرياضي ينظم بمناسبة عضوية إريتريا في اللجنة الدولية البارا أولمبية والذكرى 31 لاستقلال البلاد. وقال إن الأسبوع الرياضي للمعاقين سيجري في استاد أسمرة ومعسكر دندن ومدرسة البحر الأحمر وجيمنازيوم دندن بمشاركة 235 معاق في 9 رياضات.
وشاركت إريتريا في مختلف المنافسات الدولية للمعاقين، لكن المشاركة لم تكن بالمستوى المطلوب لعدم انضمامها في اللجنة الدولية البارة الأولمبية. وقد انضمت إريتريا في اللجنة الدولية البارة الأولمبية بكامل الأصوات في الاجتماع العمومي للجنة الذي عقدت في تايوان في 11 من ديسمبر عام 2021، وبهذا ستسجل النتائج في الأسبوع الرياضي للمعاقين في سجل صندوق اللجنة الدولية. أوضح مكتب الادخار والقروض المسقرة مول في إقليم الكاشبرك العمل لتحسين معيشة المواطنين بفتح فروع في الريف النائي. وأوضح مسؤول المكتب في بارونتو السيد مغوس محاري أن خدمات القروض تقدم للناشطين فردية وجماعية والعمال خاصة العاملين لتحسين أوضاعهم الاقتصادية. وأوضح أن الخدمات تقدم عبر 189 بنكا ريفيا في 8 مديريات بتنسيق المكتب يستفيد منها أكثر من 20,000 مواطن. وأشار إلى أن الدراسات أظهرت بأن قروض المكتب أسهمت في تحسين حياة الأسر التي تزاول الزراعة والرعي. وقال إن القروض المقدمة تهدف تقوية الإنتاجية وليس للاستهلاك اليومي، ويجب على المقترضين إدراك ذلك والعمل لتوظيفها في الأعمال ورد الدين في أوانه. كرمت مدرسة دنبسنبل الابتدائية والمتوسطة والثانوية 133 طالب أعضاء الدفعة 33 و34 للخدمة الوطنية المحرزين نقاطا من 3 إلى 4 نقاط في امتحانات الشهادة الوطنية للصف 12. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ سمير السلطان في المناسبة التي جرت في 7 من مايو أن النتائج العالية التي حققها الطلاب هي نتاج جهدهم ومتابعة المعلمين وأولياء الأمور. وأشاد رئيس لجنة الآباء بجهود رفع نتائج الطلاب، مؤكدا على استعدادهم للمساهمة حسب القدرات لسد احتياجات المدرسة. وقال مسؤول المدارس الثانوية في الإقليم الأوسط الأستاذ يوهانس سلمون إن تقوية العلاقة الثلاثية ضرورية لكون المدرسة مائدة المعرفة والقدرات والأخلاق. وقدمت الجوائز في المناسبة للمعلمين وأولياء الأمور النموذجيين. استشهد في 7 من مايو عضو شركة بدهو للإنشاءات العامة المناضل أسكودون ولدماريام جبرولد عن عمر 65 عاما جراء مرض فجائي. التحق المناضل أسكودون بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر مايو عام 1974، وخدم بتفان وإخلاص في القوات المقاتلة حتى مستوى قائد فصيلة، ومن ثم مشرفا على وحدة الضرائب والجمارك والتسويق والمشتريات ومسؤول النقل في جهاز البناء. وبعد الاستقلال عمل في مختلف مؤسسات شركة بدهو للإنشاءات العامة. والمناضل الفقيد أسكودون ولدماريام متزوج وأب ل6 أبناء. وقد وري جثمانه الثرى عصر اليوم 8 من مايو في مقبرة الشهداء بأسمرة. وإذ تعرب شركة بدهو للإنشاءات العامة عن بالغ حسنها لاستشهاد المناضل أسكودون ولدماريام، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه المناضلين. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء ابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي أعلن الجيش المصري أن 11 جنديا مصريا قتلوا جراء هجوم شنته عناصر تكفيرية على نقطة رفع مياه شرق قناة السويس. وقال المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية في بيان إن 11 جنديا مصريا قتلوا إثر تصديهم لهجوم مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، ما أسفر عن مقتل ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد. ويعاد هذا الهجوم على أفراد القوات المسلحة المصرية واقعا ناظرا والحدوث على الأقل خلال العامين الماضيين.
ومنذ بدء الحملة أعلن الجيش المصري مقتل أكثر من 1000 شخص يشتبه في أنهم جهاديون أو كما يسميهم الجيش تكفيريون. ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الرئيس السوري بشار الأسد زار إيران أقرب حليف إقليمي له، حيث التقى بالمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في طهران، ودعا الزعيمان إلى توثيق العلاقات بين طهران ودمشق. وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن الأسد الذي يزور طهران للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب السورية في عام 2011 التقى أيضا بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته. وقال المرشد الأعلى بحسب بيان نشر على موقعه إن العلاقات بين طهران ودمشق حيوية، وينبغي بذل مزيد من الجهود المشتركة لتطوير العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر. ونقلت وكالة تنسيم للأنباء الإيرانية شبه الرسمية عن الرئيس الإيراني قوله خلال لقائه مع الأسد إن أولوية حكومته هي تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع سوريا. لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص مصرعهم في سيبيريا جراء اشتعال حرائق في مئات المباني بعدة قرى أعاقت الرياح العاتية جهود إخمادها. وبحسب بيان لفرع المحلي للجنة التحقيق الروسية، قتلت الحرائق في منطقة كرانسيويارسكا الواقعة على بعد نحو 3000 كيلومتر شرقي موسكو 5 أشخاص في 16 بلدة. ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الصحة المحلية قولها إن 17 شخص أصيبوا، 11 منهم نقلوا إلى المستشفى. ونقلت تاس عن الوكالة الاتحادية للغابات قولها إن تماسا كهربائيا في خطوط الكهرباء تسبب في اشتعال حرائق في 350 منزلا، وإن الرياح القوية فاقمت الوضع. أعلنت شركة الطيران النيجيرية تعليق عملياتها اعتبارا من 9 مايو الجاري حتى إشعارا آخر بسبب ارتفاع تكاليف وقود الطائرات. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن جميع مشغلي الخطوط الجوية النيجيرية، حيث أوصى المسافرين الذين ينوون السفر جوا إلى اتخاذ ترتيبات بديلة لتجنب الاختناقات في مطارات الدولة. وقال البيان إنه على الرغم من جهود الحكومة لضمان نمو قطاع النقل الجوي في البلاد، فقد استمرت أسعار وقود الطائرات في الارتفاع دون هوادة، مما خلق ضغطا كبيرا على استدامة العمليات والجدوى المالية لشركات الطيران، مؤكدة أن الشركات لم تعد قادرة على استيعاب هذا الضغط. في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. مستشار الرئيس يماني جبرأب يعقد سيمينارا في جوبا. الدراجة بنيام يحل رابعا في طواف إيطاليا الجولة الثالثة. دعوة للشباب للاهتمام لتوثيق التاريخ. الجيش المصري يعلن مقتل 11 عنصرا من قواته إثر هجوم قرب سيناء. الأسد يلتقي بالمرشد خامنئي والرئيس الإيراني في طهران. مقتل حوالي 8 أشخاص في سيبيريا إثر اندلاع حرائق في مئات المباني. انتهت النشرة قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، كنت معكم حنان عمر جيلاني. إلى